ويتضرب 10800 دانة مدفع على الضفة التانية من القناة. فالطيارات كده ضربت مراكز القيادة والاتصال بتل أبيب. المدفعية الناحية التانية دكت حصون العدو المواجهة للجيش المصري أثناء العبور. تدي لحظة من أهم اللحظات في التاريخ المصري، الا هو عبور المصريين قناه السويس. اثناء ده طبعا سلاح المهندسين الباسل بتاعنا كان بيفتح ثغره في الساتر الترابي، واللي بالمناسبه العدو بتاعنا قال ان الساتر الترابي ده علشان تهده محتاج قنبله ذوويه عشان تتفرد الجسور دي في الميه، واللي بالمناسبه كنا قايلين ان احنا هنستخدمها ككباري. يتفاجئ العدو بتاعنا باحلى صيحه ممكن تتسمع في التاريخ: الله اكبر، بسم الله بسم الله. حرب اكتوبر هي من اقوى الحروب اللي خاضها الجيش المصري، واللي اثبت فيها بساله وشجاعه. اتقال عنها من ارائيل شارون، وبالمناسبه ارائيل شارون كان في الوقت ده رئيس وحده المدرعات في الجيش الاسرائيلي، ان الجيش المصري هم مش بني ادمين ولكنهم وحوش اشباح انا عمري ما شفتهم قبل كده. حرب اكتوبر اللي خلت جولدا مائير رئيسه الوزراء الاسرائيليه ترفع السماعه على هنري كاسنجر وتقول له الحق انت مش هتلاقي اسرائيل بعد كده، عشان نبقى احنا اول جيش يعلم على اللي ما يتسموش.